السلام عليكم، انا عايزه تليفون. ايه ده؟ كابتن امام عاشور بنفسه؟ اتفضل يا ابو الكباتن. استنى انت بس يا بت. ايه استنى، ده على فكره اللي بره ده بابايا، وانا جايه له عشان اجيب له هديه. ايه؟ كابتن امام يبقى باباكي؟ من عليا الاثنين. عايزه تجيبي له هديه ايه؟ انا عايزه له تليفون ايفون يبقى حلو. بس كده؟ امسكي يا ست، حته اندرويد انما ايه، هتعجبه جدا. اتفضلي. ماشي يا عمو، ثانيه. بص يا بابا، حلو التليفون ده. اوريهوله يا حبيبتي. لازم طبعا تجيب له هديه، ما ده ابوها امام عاشور بذات نفسه، اكيد طبعا معاها فلوس قد كده وهتجيب له هديه. ما شاء الله انا مش بحسد. بجد يا بابا عجبك؟ بقول لك ايه يا عمو، بابا عجبه جدا التليفون وعايز شاحن وعايز جراب كوره. بس كده؟ انا ليا الشرف ان كابتن امام عاشور بذات نفسه هشتري من عندي تليفون. امسكي يا ستي، ادي الجراب وادي وصلة الشحن بتاعت الاندرويد. ماشي يا عمو، استنى اوريهم له. بقول لك ايه يا بابا، حلوين؟ اتمنى يا ابو الكباتن ان الجراب والحاجات دي تعجبك. يا بختك يا ابو الكباتن، دي المنيا نورت والله. كابتن امام عاشور بنفسه عندي في المحل، مش مصدق نفسي. انا بفكر بقى ان انا اصور ستوري واغيظ كل المحلات اللي حواليا. بجد يا بابا عجبوه؟ بقول لك ايه يا عمو، بابا عجبه الشاحن والجراب وعايز ساعه. بس كده؟ احلى ساعه هتنور ايد ابو الكباتن. الله يا عمو تحفه. طب ماشي، هوريها لبابا واجيلك. بابا غمض عينك، بص جايبه لك حاجات تحفه. اعملي له مفاجاه يا ست، ربنا يخليكي ليه. بس هو كان عنده بنت تانية. يبقى دي الكبيره والبنت التانية بقى الصغيره. ربنا يحفظهم لك يا ابو الكباتن. انا لازم اخد معاه السيلفي بسرعه. هو التليفون بتاعي راح فين؟ الحمد لله مش شايفني. الحمد لله لقيت التليفون. ايه ده؟ البت سابت ابوها لوحديه. الحمد لله، دي بنت رخمه، ولو كنت قلت لابو الكباتن انا هتصور معاك كانت هتقولي لا. لما الحق بقى اخد معاه سيلفي. معلش يا ابو الكباتن لو هتعبك، بس ينفع بس اخد معاك سيلفي؟ يا بنت النصابه.